عاد المدرب السابق لبرشلونة للظهور في منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام من إقالته من تدريب لاروخا بسبب الإقصاء من المونديال أمام المغرب. وقال إنريكي في بث مباشر على منصة تويتش: لا أريد أن يتكرر نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا. وتابع: إذا فاز المغرب باللقب سيكون ذلك مفاجأة مدوية، وإذ لم يكن الأمر كذلك فسيكون ميسي البطل. ثم اختتم حديثه قائلا: لكن تخيلوا أن المغرب سيفوز بكأس العالم، إنه أمر لا يصدق. أكد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أن ما يحققه المنتخب المغربي في نهائية كأس العالم قطر 2022 يعتبر إنجازا مستحقا وليس مفاجأة. وقال إيتو في تصريح لموقع وين وين القطري: إنجاز المغرب مستحق، وهو نابع من عمل جبار واهتمام كبير بتطوير كرة القدم في المملكة المغربية وحضور ذهني وبدني قوي للاعبين. وأضاف إيتو: الكثيرون لم تعجبهم تصريحاتي حينما رشحت المغرب لبلوغ المباراة النهائية رفقة منتخب بلد الكاميرون. تلك التصريحات لم تكن عبثية إطلاقا، لأننا في إفريقيا لدينا نجوم يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، بل ويعدون من نجوم الصف الأول داخل القارة العجوز. أكد خافير زانيتي لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق على مستوى المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022، مؤكدا على أحقية أسود الأطلس بالتواجد في نصف نهائي المسابقة. وقال زانيتي في حوار مع قناة الكأس القطرية: بالنسبة لي المغرب ليس مفاجأة، لأنه منتخب عريق ولديه لاعبين مميزين ومحترفين في دوريات كبيرة، وأعتقد أنه استحق أن يكون في نصف النهائي. واختتم حديثه قائلا: سفيان مرابط أعجبت بأدائه كثيرا، هو لاعب مثير للاهتمام ومهم للمنتخب المغربي، والآن يقوم بمونديال رائع، وأتمنى له مستقبلا باهرا.